الا ما خرجت لكش المعقوده كيما هاك ما تقوليش كاع عليها معقوده. بقاي معايا تشوفي جميع الاسرار والنصائح اللي رايحه تفوتي بها رمضان ان شاء الله بكل احترافيه. عندي هنا زوج حبات تاع بطاطا، قشرتهم وقطعتهم مربعات. جبت هنايا كاسرونه، درت فيها شويه تاع ما، حطيت البطاطا عليها، زدت عليها هنايا مغرف تاع ملح ونديها تغلي. هنا تبغوا تغلوها كيما انا، تبغوا تفوروها. بعد ما طابت لي هنايا البطاطا صفيتها مليح من الماء تاعها، وهي هكاك حامية خاصنا نمرسوها. هنا تبغوا بالراحة اليدوية ولا بالفرشيطة ولا كيما راني انا هنا نكرازي فيها. المهم ان البطاطا تاعكم تولي رطبة. بقيت انا هنا نمرس فيها مليح حتى وين قاع دوك الكويرات تاع البطاطا ما يبقاوش معايا. هنا بعد ما مرستها مليح وحسيتها راهي قاع معايا رطبة، زدت عليها شوية تاع فلفلة حمراء، شوية تاع كركم، وزيدوا عليها هنايا الثوم. اللي يبغي الثوم يكتر واللي ما يبغيش يدير غير سنة واحدة فقط. ربيت عليها أنا هنا سنة وزدت عليها شوية تاع قزبر، خلطتها هنايا مليح، واللي يبغي يزيد فيها الحرور يزيد فيها. هنا في هاد المرحلة ما نديروش عليها البيض نهائيا، نخلو البطاطا تاعنا تشرب قاع هاد التوابل اللي درناهم، ونخليها في الفريجيدير مدة ربع ساعة حتى وين تبرد لي تماما. هنا بعد ما بردت البطاطا تاعي خرجتها من الفريجيدير ودرت لها حبة تاع بيض، حبة بيض كاملة. بقيت هنا بالمغرف ندخل في ديك البيضة هنا مع البطاطا غير بشوية حتى وين حسيت قاع البطاطا تشربت هذاك البيض، يعني البيض ما يبقاش يلعب من الفوق. هنا كي حسيتها صاي قاع دخلت، زدت عليها هنا مغرف تاع مايزينا اللي هي ضرورية للمعقودة تاعكم. دخلت قاع المغرفة هنايا تاع المايزينا في البطاطا، ومن بعد بديت نلم فيها بيدي باش نعرف القوام تاع البطاطا، الا نزيد المايزينا ولا ما نزيدش. هنا كي قعدت نلم فيها حسيت البطاطا تاعي راهي تتلاصق وما تتشكليش مليح. زدت عليها المغرف الزاوجة تاع المايزينا، عاود تاني لميتها، دخلت قاع المايزينا في البطاطا بالمغرف وغسلت يدي، ومن بعد نرجع عاود نشوف القوام تاع البطاطا تاعي لا مازالت تتلاصق. هنا لقيت البطاطا تاعي صيبون نشفت، هنا نقدر نشكلها عادي. غسلت يدي وعاود شكلت هنايا الكويرات تاعي. هنا كما راكم تشوفوا ما راهيش تتلاصق في اليد، راهي ناشفه، راهي ما شاء الله. لميت هنايا كاع الحبات غير بشويه باش تجيكم الخدمه سهله، ستفوها كاع في البلاطو تاعكم باش تبداو تقلوا. انا هنا كي كنت نشكل فيها درت الزيت تاعي يحمى، ضروري الزيت تاعكم يكون واصل درجه الغليان باش كي تقلوا عليه المعقوده تاعكم ما يكونش الزيت بارد. هنا لازم المعقوده هنا تدي الشوك تاع هذاك الزيت. ستفت هنا الحبات تاوعي، وهنا المعقوده ما تبقاوش تقلبوا فيها باش ما تتفتتش معاكم. بصح بهذه الطريقه اللي عطيتها لكم ما راحش تتفتت معاكم نهائيا حتى لو كان قلبتوها. هنا كي تكونوا تدخلوا فيها رشوا عليها شويه تاع زيت حامي من الفوق وقلبوها بالمغرف، بالظهر تاع المغرف، ومغرف كيما هكا تكون معاكم تاع السيليكون ولا زوج مغارف. هنا ما تقلبوهاش بالفرشيطه لانه الفرشيطه تثقب معاكم الحبه وتنتحل وتوسخ لكم الزيت. هنا شوفوا ما شاء الله كي خرجوا لي الحبات، رايحه نقسم معاكم الحبه في النهايه وتشوفوا معايا كيفاش خرجت. هنا المعقوده تاعكم تجيكم ماشي مشربه زيت بزاف، تجي معاكم ناشفه كانها طابت في كوشه. هنا قلعت كاع الحبات اللي قليتهم، وزدت كملت الحبات اللي كانوا باقين، زيت كما راكم تشوفوا فيه نقي وصافي. هنا الحبات
يتقلاو بكل سهولة ويتقلبوا بكل سهولة، تلعبوا بهم لعب في المقلة. هنا بعد ما كملت كاع الحبات تاوعي حمرتهم مليح، كانت هذه هي النتيجة النهائية تاع المعقودة تاعي. خرجت ما شاء الله لون ذهبي مقرمشة من برا وطرية من الداخل وماشي مزيتة بزاف كي شغل طابت في الكوشة. انا نقولكم جربوها بهذه الطريقة ورايحين تنجحوا بها ان شاء الله. كانت هذه هي الوصفة تاعنا لنهار اليوم، نتلاقاو في وصفة سهلة. سلام.